موضوع التطعيم يا إخوان موضوع مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة. أنا يعني كنت عن نفسي أروح أطعم الناس، والله وهاتوا لي الحمام مع الخبرة وأدرس وقيم وحط وروح على تل أبيب، راجع واسأل مشاكل. يعني بدي أقول لك مشاكل إلى أول وإلى آخر، حوالي 4-5 سنين بقلب على الموضوع هذا. مشاكل التطعيم يا إخوان بدك تكون حذر فيها 100%. عندك تطعيم الجمبورة اللي هو فلونزا الطيور، وعندك اللي نيوكاسل. أهم تنين هدول. الآي بي تبع التنفسي صعب شوية، بنقدر احنا نحكي عنه، بس احنا أهم إشي عندنا النيوكاسل والجمبورة. طبعا يا إخوان هوني طبعا كنت أنا بحكي عن نفسي، أجي والله أحقن رقبتك، ادخل فيروسات، ما اعرفش ايش الشروط، ادمر الدنيا. انا بحكي عن نفسي كجمال ابو ستيف. التطعيم يا اخواني له شروطه وله يعني زي ما بقولوا بدك تشتغلوا بحذافيره. بعد يعني بصراحه دراسات وتجارب، فيش بعد الطعم اخواني اللي هو بنحط في المي لا بالعين ولا اشي، رش اخوان. بتجيب حبة التطعيم بنطعم رش في الوجه. ليش؟ هلا اخوان اذا بيجي نطعم نيوكاسل الميت زي ما بيقولوا له، اللهم صل على محمد، في طيور بتكون مصابة، في طيور بتكون عندها الفيروس، بنخرب الدنيا. هلا في شرب منه طبعا الحي، بنحط شرب وبنحط رش. ليش بنقدر بس اللهم صل على محمد، ليش الرش افضل من الشرب؟ انا بقول لكم طبعا اذا بدنا نعطي شرب الفعاليه بتقل شويه بالشرب، ونسبه الملوحه اللي بالميه، نسبه الكلور، كلها بتخرب على موضوع التطعيم. كمان شغله مهمه يا اخوان، درجه حراره المي. شوف ركزوا معي، اذا بدك تطعم الحبه هذه طبعا بنجيب احنا الحبه بنحطها، اللهم صل على سيدنا محمد، بكاسه مي، بكاسه مي، وبنرش الحمام، بنحط الحمام كله بنجمعه ورش رش رش بالوجه. طبعا يعني زي ما حكينا لكم بدها نسبه، اذا بدك تسقي بدها تكون درجه الحراره الميه اللي هي 15 درجه مئويه. وهذه بدك تقعد انت تجيب ميزان حراره وتقيس الميه، والميه طلعت، لانه كل ما عليت درجه الحراره بصير عندك نسبه الفيروس بصير متمكن اكثر من الحمامه. لازم بالضبط تكون درجه الحراره 15 درجه مئويه، وبدك تقيم الاملاح وبدك تقيم الكلور اللي بالمي. فورشه احسن حل وانجع طريقه بالنسبه للتطعيم اللي هو يا اخوان الحبه اللي بتحطها بكاسه مي، بتحط حبه وربع في كاسه المي، وبتيجي على الطير بالضبط هيك عشان يدخل على مجرى التنفس وعلى العين. بخ 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 هيك، يعني تتاكد تمام انك انت بترش الطير والطير اخذ. بدناش نكتر لو بصير مضاعفات كمان، مره مرتين ثلاثه على كل شو اسمه القطيع، بخه بختين ثلاثه، يعني تاكد تمام انه كل طير رشيته انت. هلا من هون يا اخوان احنا طبعا قبل ما نتطرق لموضوع التطعيم بدي اشوف عندي المزرعه او القطيع، نشوف الطير هل هو اهل لانه نطعمه من ناحيه برازه، كيف على الاكل، كيف بياكل، كيف شهيته، هل بيوسخ ميه. اذا دائما تاكد تمام اخوي بدك تطعم. مدخلنا سيجاره يا شباب. بدك تطعم يا اخي العزيز، يا اخي المربي، كالتالي: بجيب اول اشي، لانه حمامنا غالي وبيعز علينا والواحد والله بنجن على كل طير، برفع مناعه الطير 3-4 ايام فيتامين سي باودر، فيتامين سي باودر خصوصي بيور، هذا يعني نقي، بيور يعني نقي عفوا، اللي هو بيرفع مناعه الطير. هلا انا هون بشوف الطير السايق عماله بتنشط وزاد عزه، باجي بطعم.
بعد التطعيم يا اخوان اتاكد تمام لازم تعطي فيتامين نوع ADE لمده 3-4 ايام. تستهينوش بالتطعيم يا اخوان. بعد التطعيم بعطي ADE، بريح 2-3، بعطي الفيتامين سي الباودر. طبعا الكيلو حقه 40-50 شيكل، بنحط جرام على 2 لتر. هذا الحكي بضلني ماشي فيه لمدة 10 أيام. بعطي 3 أيام ADE بعد التطعيم، بريح 2-3، بعطي فيتامين سي باودر. وكمان نصيحة لوجه الله تعالى يا إخوان، في نوع رافع مناعة إشي رهيب جدا، طبعا بحكي لكم بعد تجارب، اللي هو اسمه الميكس أويل. ميكس أويل هذا زيوت طبيعية طلياني، رهيب 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 بالنسبة لرفع المناعة.